تفتكر ممكن تعيش جنب شخص شكله طيب لكن بيخبي في بيته جثث الناس اللي اختفوا؟ ده مش فيلم رعب، ده قصة حقيقية لمسلسل مونستر ذا إيد جين ستوري. في خمسينات أمريكا كان في راجل اسمه إيد جين، الكل شايفه طيب غريب شوية بس ما بيأذيش حد. بس لما الشرطة دخلت بيته اكتشفوا جحيم على الأرض، جماجم مستخدمة كأطباق، جلود بشر معمول بيها كراسي، ووشوش الناس متعلقة على الحيطان. إيد جين قال إنه كان بيطلع بالليل ينبش القبور ويجيب الجثث عشان ما يبقاش لوحده. إيد جين اتولد سنة 1906 في مزرعة صغيرة في ولاية في أمريكا. كان عنده أم اسمها أوجستا، واحدة من أشرس الأمهات في تاريخ الجريمة. كانت متدينة بطريقة مرعبة، كانت بتقوله إن كل الستات عاهرات، اللي هي طبعا، وإنهم سبب الخطيئة في العالم، وما كانتش بتخليه يختلط بأي حد. يعني عاش طفولة كلها خوف، ذنب وعزلة. أبوه اسمه جورج وكان سكير وشخصيته ضعيفة، مات وهو صغير، فبقى إيد جين مع أمه وأخوه هنري لوحدهم. وفي سنة 1944 أخوه مات في حريق غامض، والناس كلها شكت إن إيد جين ليه يد في موت أخوه، بس مفيش حد قدر يثبت عليه حاجة. وبعدها بسنة أمه ماتت، ومن هنا بدأ التحول الحقيقي. الراجل ده كان متعلق بأمه جامد، اتجنن من الحزن وبدأ يعيش لوحده في بيت معزول، قافل على نفسه في أوضة أمه زي ما هي، ما بيفتحهاش ولا ينظفها كأنها لسه عايشة. بعد ما بقى وحيد، إيد جين بدأ ينبش القبور في المقابر القريبة ويطلع جثث الستات اللي يشبهوا أمه، وكان بياخد حاجات من أجسامهم، وشوشهم، جلودهم، عظمهم، ويحولهم لحاجات في بيته. والشرطة لما دخلت بيته سنة 1957 شافوا مناظر مش ممكن تتنسي: جماجم مستخدمة كأطباق شرب، كرسي مصنوع من جلد بشري، قناع معمول من وش إنسان حقيقي، وصندوق فيه أعضاء بشرية محفوظة، وراس واحدة من ضحاياها على السرير. ويوم 16 نوفمبر 1957 اختفت ست اسمها بيرنيس واردن، كانت صاحبة محل أدوات. ابنها شك في إيد جين لأنه كان آخر زبون عندها، ولما الشرطة راحت له البيت اكتشفوا الجحيم، لقوا جسدها متعلق مقلوب زي الحيوانات بعد الذبح ومن غير جلد. كمان اعترف إنه قتل واحدة تانية قبلها بسنة اسمها ماري هوجن، وكانت صاحبة مطعم في المنطقة. ولما اتحاكم الأطباء قالت إنه بيعاني من انفصام حاد وجنون مؤقت، وإنه مش مدرك تماما لأفعاله. كمان قال لهم إنه كان بيعمل كده عشان أمه تبقى فخورة بيه، وإنه كان عاوز يخلق منها نسخة جديدة. يعني حرفيا كان بيحاول يصنع جلد يلبسه ويعيش فيه كأنه أمه. القاضي حكم إنه غير مؤهل للمحاكمة، واتحجز في مصحة للأمراض العقلية سنة 1958، وفضل محجوز هناك لحد ما مات سنة 1984 عن عمر 77 سنة. وفي الآخر إيد جين مات في مستشفى المجانين، بس الرعب اللي سببه لسه عايش لحد النهاردة. مسلسل مونستر ذا إيد جين ستوري بيحاول يورينا مش بس جرايمه، لكن كمان إزاي ممكن إنسان عادي يتحول لوحش لو اتحبس جواه الألم والجنون. مين اتفرج على المسلسل يقول لنا هل فعلا المسلسل بيحكي زي ما القصة حصلت بالظبط، ولا بيحاول يخلي الوحش ده بطل تراجيدي عشان الناس تتعاطف معاه؟ ما تنسوش تعملوا فولو ولايك